طيب يا رجاله كده، اهلا بيكم في فيديو جديد وباكج ايبك مجاني جديد. طبعا انا جاي النهارده كده اقارن لكم ما بين ال 15 لاعب اللي في باكج الايبك اللي نازل معانا ان شاء الله نستلم عليه عقد اختيار يوم الخميس. كمان هقول لك كده تطويره كل لاعب فيهم، لان في كذا لعيب عنده اكتر من تطويره في كذا مركز مختلف. ده غير ان احنا في الاخر برده كده هنعمل ترتيب ما بين اللعيبه، نشوف مين فيهم ممتاز، مين فيهم متوسط، مين فيهم كويس، مين فيهم ما جاش. فعايزك بس كده اهم حاجه قبل ما نبدا المقارنه بتاعتنا النهارده تنزل كده تعمل لايك للفيديو، اشترك معانا في القناه، خلاص قربنا قوي على 10000 مشترك. وكمان كده تنزل تنضم معانا في رابط الستور اللي في الوصف علشان لو حبيت تبيع حسابك او تشتري حساب جديد. ده غير كده برضو ان انت لو لسه محتار تجيب مين بعد الاختيار من الباكج ده ابعت لي هناك وانا هرد عليك، بس اهم حاجه ان انت تبقى منضم معانا في الستور. وطبعا كده هتلاقيني سايب لك اللينك في الوصف وفي اول تعليق مثبت. تمام كده، يلا بينا. طيب يا رجاله كده اول لاعب نبدا بيه هو ايكر كاسياس. طبعا انت ايكر كاسياس النسخه دي نسخه بتوصل 102، فهي نسخه ضعيفه جدا. ده غير ان هو حارس قصير جدا، يعني طوله 185 سم، يعني اي نعم الجامب عنده بيوصل 90 بس برضه قصير. لو بصيت على ارقامه تمام انت هتلاقي ارقامه كويسه كلها بتوصل تسعينات، وهتلاقي الميزه الوحيده اللي عنده تقريبا ان هو اتاكينج جول كيبر او حارس هجومي، فهي دي الميزه الوحيده عنده، ان هو هيخرج من الجون في الانفرادات او اي ثرو لوب مثلا يخرج من الجون يلحق قبل المهاجم، فدي الميزه الوحيده فيه. لكن غير كده يعني انت عندك في نفس الباكج في اوليفر كان. ولو انت هتقول لي انا عايز اجيب ايكر كاسياس عشان يبقى معايا في حدث الدوري الاسباني، هقول لك ما انت عندك فيتور بايا ارقامه تقريبا قريبه جدا منه. فانا شايف الصراحه ان اختيار ايكر كاسياس هيبقى اختيار سيء جدا، لان انت لو جيت معاه دلوقتي كده وبصيت على الحارس الثاني اللي نازل معاه في نفس الباكه هو اوليفر كان. اي نعم هو نازل حارس دفاعي يعني مش بيخرج من الجون، لكن بيوصل 106 مع المدرب فونسيكا او فوتسيكا بالبوستر اللي هو السيفنج. وبالنسبه للطول هو اطول من ايكر كاسياس شويه، يعني ده طوله بيوصل 188 مع جامب برده 90 زي كاسياس. طبعا ارقام الحراسه عنده يعني مش طبيعيه، يعني عنده وعي لوحده بيوصل 101، وامساكه وابعاد 91، وريفلكس 95، وريتش 96. فانت لو خلاص مزنقه معاك في التشكيله بتاعتك وعايز تجيب حارس فخلاص عليك وعلى اوليفر كان. بالنسبه بقى كده للمدافعين فانت عندك كارلوس بيول نازل كده باسلوب الدستروير، وبرده مدافع قصير جدا طوله 178. غير ان هو قصير هو بطيء، يعني سرعته بتوصل 76 وتسارع 77. اي نعم هي ارقام الدفاع عنده ممتازه، يعني عنده وعي 98، انجيجمنت وتاكلينج 97، واجريشن 96، وكمان عنده الفيزيكال او الالتحام بيوصل ل 95. فهي الارقام الدفاعيه لوحدها هي ممتازه، لكن غير كده مدافع قصير جدا، الجامب بتاعه مش احسن حاجه وبطيء جدا. ده غير ان هو مش بيوصل 102 مع كل المدربين، يعني هو بيوصل بس مع سباليتي ببوستر الدولينج او المواجهه 102، غير كده مع بقيه المدربين بيوصل 101 بس. فمدافع الصراحه سيء جدا، يعني نسخه سيئه لكارلوس بيو. على الناحيه الثانيه كده بقى لو انت بصيت على فابيو كانافارو، هو اي نعم برده مدافع قصير بيوصل 176 سم بس، لكن عنده جامب بيوصل 99، فده احسن بكتير من كارلوس بيو. ده غير ان هو عنده وعي دفاع 101، وانجيجمنت 96، تاكلينج 100، اجريشن 98، وفوق كل ده هو سريع جدا، يعني عنده سرعه بتوصل 87 وتسارع 86، فبيلحق المهاجمين السريع. فلو انت عايز مدافع دستروير ما بين بيول وما بين كانافارو اكيد كانافارو. بعدهم برده كده في الخط الدفاعي ورا عندك مارتن كاسيريس نازل كده باسلوب الاوفنسيف وينج باك، او يعني الاتاكينج او اللي هو الهجومي، يعني من الاخر المدافع او الباك الهجومي. يعني اللاعب ده لو انت وقفته معاك باك يمين او باك شمال لان هو بيعرف يقف ناحيتين هتلاقيه بيطلع معاك كتير وممكن يفضي الناحيه بتاعته. وفي نفس الوقت كده ارقامه الهجوميه هتلاقي مش احسن حاجه، يعني التحكم في الكره عنده مش عالي، الوعي الهجومي مش عالي، التمريرات مش عاليه. هو بيوصل معاك 103 مع المدرب سباليتي ومع البوستر المواجهه. لكن على الناحيه الثانيه هتلاقي الارقام الدفاعيه ممتازه، وعي هجوم 91، انجيجمنت 89، وتاكلينج 93، واجريشن 94. ده غير ان هو سريع جدا، 92 سرعه، 88 تسارع، فالمفروض ان هو يقدر ان هو يرجع بسرعه مع الوينجات ويقدر يلحقهم. وعنده جامب كويس مع طوله ال 180 مع جامب 90، وفيزيكال 90 مع ستامينا 101 عشان يروح ويجي معاك الملعب كله طول الماتش. هتقول لي طب انا ايه اللي خليني اجيب باك هجومي وهو ارقامه الهجوميه اصلا سيئه؟ هقول لك بص معايا كده على التطويره اللي قدامك دي. بالتطويره اللي قدامك دي كده هتلاقي الريت بتاعه قل بقى 99، لكن في الحقيقه لو انت وقفته قلب دفاع بيوصل معاك بقوه مدافع 107. ساعتها هتلاقي عنده الوعي الدفاع بيوصل 96 مع الانجيجمنت 96، تاكلينج 99، واجريشن بيوصل 100. ده غير ان الجامب والالتحام عنده بقوا 95. اي نعم احنا قللنا شويه من السرعه، لكن برضه هو سريع، عنده سرعه بتوصل 86 وتسارع 83 مع ستامينا 94. فاحسن استغلال الصراحه لمارتن كاسيريس لو هو طلع لك بالفتحه المجانيه اللي استلمناها امبارح، او حتى انت عايز تختاره، هي التطويره اللي قدامك دي وتلعبه قلب دفاع هيبقى بقوه 107. ده غير ان كمان مارتن كاسيريس معاه مهاره الفورتريس او اللي هي الحصن، يعني ده كانافارو نفسه مش معاه المهاره دي. الصراحه يا جدعان كارت جبار، يعني انا ارشح جدا الاختيار ده اللي هو مارتن كاسيريس، ارشحه جدا ان انت تجيبه عندك في الدفاع. وكمان بيعرف يلعب باك يمين وشمال وقلب دفاع، فانت اي نقص عندك ورا مارتن كاسيريس هيسد. كده احنا خلصنا خط حراسه المرمى وخط الدفاع، نخش بقى كده على خط النص. بالنسبه للنسخه دي من تشابي الونسو هو نازل
نازل كده باسلوب الاوركستريتور، بيوصل 104 لما تديله البوستر التكنيك ومع المدرب هانز فليك بس. وبالتطوير اللي قدامك دي كده هتلاقي عنده ارقام التحكم في الكره ممتازه، تسعينات، الدريبلينج بس ل 82، وتمريرات طبعا ارضيه 98 وعاليه 96. ده غير ان هو معاه ارقام دفاعيه كويسه جدا، والوعي 90 لوحده، والانجيجمنت 96، تاكلينج اجريشن 86. ده غير ان هو عنده ارقام دفاعيه كويسه جدا، يعني عنده الوعي لوحده 90 والانجيجمنت 96، غير ان التاكلينج والاجريشن الاثنين 86. فهو ممكن كمان ان انت توقفه معاك ارتكاز هيسد معاك. غير ان هو عنده سرعه 85، يعني هي سرعه متوسطه، هو بس ممكن يعيبه التسارع ان هو 76. وعنده كيكنج بار ممتاز بيوصل 96، انت ممكن ان انت تشوط بيه من بره، ممكن يجيب لك على الاقل في كل 3 4 كور كده يجيب لك جون ولا حاجه. والاستامينا كمان ممتازه بتوصل 90، يعني يكمل معاك الماتش كله مستريح. خط النص الثاني كده وهو بول سكولز، النسخه دي نازله معانا برده كرييتيف بلاي ميكر او خبير في صناعه اللعب، بيوصل معاك 104 لو اديته بوستر للفانتاستيتا ومع المدرب فونسيكا. النسخه دي برده كده متوازنه معاك، يميزها بزياده شويه التحكم في الكره والتمريرات. ارقام الدفاعيه اي نعم قليله، يعني هو ما يلعبش معاك ارتكاز، ممكن يلعب معاك محور سي ام اف او كمان صانع العاب اي ام اف، لكن الارقام الدفاعيه دي هتنفعك كده في الضغط العالي. لو انت بتلعب كويك كاونتر هو يضغط على الخصم اللي قدامك ويقدر يقطع منه الكوره. وعنده سرعه كويسه 86، تسارع 89، عنده كيكنج بار برده ممكن يودي معاك من بره ال 18. فلو ناقصك صانع العاب عليك وعلى بول سكول. صانع الالعاب الثاني معانا كده برده هو ستويكوفيتش، نازل برده باسلوب الكرييتيف بلاي ميكر، بيوصل المفروض 104 مع بوستر التكنيك مع رودي جارسيا. هو هنا بس قدامك مكتوب 103 علشان على البي سي البرنامج ده لسه ما اتحدثش، هو ظاهر ان قوه المدرب 88 بس هو 89، فهو هيوصل معاك ريت 104 لو انت اديت له البوستر ده مع المدرب ده. بس مش ده المهم، لو بصيت على الطاقات دي، هي الطاقات دي هي المظبوطه. يعني عندك كده التحكم في الكره عنده بيوصل 100 ودريبلنج 97 وتايت بوزيشن 98، ده غير التمريرات 92 و88. يعني بالنسبه للتمريرات والتحكم في الكره هو احسن من بول سكول، لكن ما عندوش ارقام دفاعيه خالص، ففي الضغط العالي مش هينفعك، مش هيقطع كور قدام. السرعه والتسارع يعتبروا برده كويسين، يعني سرعه 85 مقبوله، تسارع 90 كويس جدا، كيكنج باور برده يودي معاك من بره ال 18 مع الفينش ال 84. لكن برده يعيبه ان هو الاستامينا عنده 82، فهو مش هيكمل معاك ال 90 دقيقه، اخره قوي 60 65 وتخرج. ثالث صانع لعب معانا، والغريب ان كونامي منزله 3 في نفس المركز بنفس الاسلوب، هو ريكاردو كاكا. وده كده اول كارت جديد معانا في الخمس كروت الجداد، نازل برده كده كرييتيف بلاي ميكر او خبير في صناعه اللعب، بس الماكس ريت بتاعه بيوصل 102. وده كمان لما تديله بوستر غريزه المهاجم مع المدرب هانز فليك، تقريبا مع المدربين الباقيين بيوصل اخره 101. لو انت عايز تجيب النسخه دي من ريكاردو كاكا فهي ملهاش غير تفسير واحد، ان انت بتحب البرازيل وبتحب ريكاردو كاكا. لكن لو هتقارنه مع ستويكوفيتش او بول سكولز او حتى تشابي الونسو، لا مفيش مقارنه الصراحه. نسخه بصراحه ضعيفه جدا من ريكاردو كاكا. اي نعم ارقام التحكم في الكره عنده بتوصل تسعينات مع تمريرات تسعينات، لكن البالانس عنده 82، فبالرغم من ارقام التحكم في الكره دي البالانس عنده ضعيف جدا. اي نعم هو عنده سرعه وتسارع برده كويسين، انا مش بقول ان النسخه دي نسخه سيئه جدا، بس هي نسخه يعني متوسطه، في احسن منها معاك في نفس الباكج. كده خلصنا خط النص، نبص بقى كده على الوينجات اللي معانا. ومعانا طبعا كده اول وينج هو دينيلسون، نازل باسلوب الكروس سبيشاليست او متخصص عرضيات، بيوصل ريت 103، ده طبعا مع المدرب بيكن باور لما تديله بوستر غريزه المهاجم. طبعا هي كلمه واحده بتتقال على كل نسخ دينيلسون اللي تقريبا كلها بتنزل معانا مجانيه، هو ديرجن فنش يا دينيلسون، رجلي مقطوعه والله، لان هو جناح سريع جدا، ارقام التحكم في الكره عنده يعني مقفل كل حاجه، البالانس ممتاز، غير كده في الباقي كله ابيض الصراحه، فمش هنتكلم عليه اكتر من كده. نخش على الوينج الثاني وهو جاريس بيل. هتقول لي يا عم ازاي جاريس بيل انت حاسبه وينج وهو نازل اصلا باسلوب الجول بوتشر وسي اف، يعني مهاجم صريح؟ وده لان جاريس بيل النسخه دي هو نازل اي نعم جول بوتشر، لكن ارقامه بالنسبه للمهاجم ضعيفه جدا، ده غير ان هو معاه البليتز كيرل، يعني انت لو لعبت مهاجم صعب قوي تستفاد بالبليتز كيرل بتاعته، لان هو مش هيبقى على عدله البليتز كيرل، بل بالعكس ممكن تبقى الكره انفراد وانت عايز تلعبها ارتو خفيفه كده يلعبها لك بليتز يضيعها. لكن يا عم لو انت خلاص دماغك مقفله وعايز تلعبه معاك مهاجم صريح، هي دي تطويره المهاجم الصريح اللي قدام، هيبقى ما عندوش تحكم في الكره نهائي، لكن عنده وعي كويس، سرعه وتسارع ممتازين، والتحكم واسمه ايه الكيكنج باور والفينش ممتازين. لكن بقى كده لو عملت التطويره دي كده وهي تطويره الجناح بالنسبه لجاريس بيل، هتلاقي كده ارقام التحكم في الكره عنده بقت ممتازه، 85 بول كنترول، 89 دريبلينج، 86 تايب بوزيشن مع بالانس 81. طبعا هي مش ارقام توب ومعديه التسعينات ومقفل وبتاع زي مثلا كارت البيك تايم، لا هي ارقام ممتازه للكارت ده، لان انت لو عليت اكتر من كده في التحكم في الكره فانت هتوقع باقي الارقام. لكن بالرغم من كده احنا ما وقعناش ارقام مثلا السرعه والتسارع، عنده 95 سرعه مع 94 تسارع، والكيكنج باور والفينش والكيرلت 91 و90، ودول هم اللي هينفعوك بالنسبه للبليتز كير. والبليتزايه بتاعته الصراحه سم، يعني انا ما جربتوش بنفسي بس شفت ناس كتير جربته، فالبليتزايه بتاعته ممتازه بالنسبه للاعب ريت يعني ريت 100 او 102، وكمان نازل مجاني تقريبا كده على حد ما افتكر، يعني ان ده اول نسخه مجانيه تنزل للاعب ايبك يبقى معاه البليتز كير. ونصيحه مني لو انت فرقتك كويسه ومش محتاج تدعم اي مركز فيها، اركب كده قطر الجاريس بيل، لان البليتزايه صعب قوي ان ينزل كارت تاني بليتز كير يكون مجاني. خلصنا كده الوينجات، نخش بقى كده على المهاجمين. عندك واين روني نازل هول بلاير اس 102 مع بوستر غريزه المهاجم والمدرب بيكن باور. النسخه دي هي الحاجه الوحيده اللي تميزها هي التحكم في الكره والانهاء، غير كده بقيه الارقام هي متوسطه مش اقل حاجه، لكن دي اول نسخه تنزل معانا من واين روني،
فهي نسخه تعتبر ضعيفه نسبيا، ولسه قدام طبعا هينزل له نسخه ثانيه بقوه مثلا 106، لكن النسخه الثانيه طبعا هتنزل في باكج عادي بكوينز ولازم تشحن عليها، فلو انت ما بتشحنش ونفسك في واين روني هات النسخه دي. لكن الصراحه هو اضعف مهاجم بالنسبه للمهاجمين معانا في الباكج ده. نخش بقى كده على الحلويات. نضف لي عينك ببيتو يوصل 105 باسلوب الفوكس ان ذا بوكس مع بوستر غريزه المهاجم والمدرب بيكن باور. اسلوب الفوكس ان ذا بوكس ده الناس مش بتحبه ليه، والناس برضو اللي مش فاهمه الاسلوب ده عباره عن ايه في الملعب. فهو الفرق ما بينه وما بين الجول بوتشر ان الفوكس ان ذا بوكس يعني مش بيضغط على المدافع، مش رخم كده على المدافعين وعلى الحارس، لا هو مدافع فوكس ان ذا بوكس معناها ان انا واقف مكاني مستني الكوره هتجيني هفنشها، لكن ان انا اضغط على مدافع علشان احاول اقطع منه الكوره وان انا تبقى تمركزاتي او تحركاتي كده يعني خبيثه، لا هو هتلاقي معاك تمركزاته ممتازه، هو هيستنى الكوره منين ما تلاقيها هتبصيله هتلاقيه فنش معاك على طول. عندك بيبيتو يا جدعان كده الوعي عنده بيوصل 95، ارقام التحكم في الكوره كلها تسعينات، فينش 96 وكيرل 92 مع سرعه 91 وتسارع 98 وكيكنج باور 90 وبالانس 90. يا جدعان ايه ده؟ كارت يا جدعان حرفيا مش طبيعي، ان كوره بتنزله مجاني دي حرفيا حاجه ما تتفوتش، حرفيا لاعب متكامل من كل حاجه، يعيبه بس ان هو قصير والفيزيكال عنده ضعيف. هتقول لي ما برضو التمريرات عنده ضعيفه، هقول لك انت كده مش مركز، انت مش هتحتاج منه تمريرات، ده واحد متمركز ان هو يسجل بس. لو جيت كده بصيت على الفوكس ان ذا بوكس الثاني اللي نازل معانا في نفس الباكج وهو ماركو فان باستن، اي نعم برضه هو بيوصل ريت 105 مع غريزه المهاجم والمدرب بيكن باور، هتلاقي تقريبا كل ارقامه اضعف من بيبيتو. مهاجم تقيل جدا الصراحه، اي نعم عنده الوعي الهجومي 96 والانهاء 97 مع كيكنج باور 90، سرعه وتسارع 92 و94 كل ده تمام، لكن التحكم في الكره عنده تحت المتوسط والبالانس ضعيف جدا، وبرضه ما عندوش تمريرات يعني زيه زي بيبيتو. هو بس اللي يميزه عن بيبيتو ان هو اطول منه وان هو برضه رأسياته احسن من بيبيتو. وفان باستن معاه الفينومينال فينيشنج تقريبا بيبيتو ما معهوش اي مهاره تقريبا يعني. فوالله لو انت بتلعب عرضيات وعايز مهاجم طويل شويه ماركو فان باستن معاك، لو انت عايز مهاجم خفيف كده ويروح ويجي معاك ويرقص وبرضه يفنش فعليك وعلى بيبيتو. وبرضه كده انا جايب لك التطويره اللي قدامك دي التطويره اللي انا بلعب بيها بماركو فان باستن من ساعه ما طلع، دي مخلياه خفيف شويه عن التطويره الاوتو، يعني ارقام الدفاع ارقام التحكم في الكره عنده بقت احسن شويه، اي نعم قللنا الوعي الهجومي بس على الاقل ايه بقى خفيف ويروح ويجي معاك. نيجي بقى كده للكريزه بتاعه الباكج ده وهو دييجو فورلان، نازل طبعا باسلوب الجول بوتشر، بيوصل معاك ريت 105 لما تديله غريزه المهاجم مع المدرب بيكن باور. سيبك من ال 104 اللي مكتوبه قدامك دي برضو نفس المشكله ان هو المدرب هنا 88 مش 89، بس لو عملتها هتلاقي بيوصل عندك في التشكيل 105. بالتطويره اللي قدامك دي كده بيوصل عندك وعي 93، تحكم في الكره يعني تحت المتوسط برضو شويه، تمريرات تقريبا زيه زي بيبيتو زي فان باستن، لكن عنده الفينش 96، بليس كيكنج 93، كيرل 90، كيكنج باور 99. ايه يا جدعان التهريج ده؟ حرفيا دييجو فورلان يا جدعان يشوط معاك من اي حته، جوه ال 18 بره ال 18 من ناحيه اليمين والشمال، لان هو يمينه زي شماله الاثنين دقتهم ممتازه يعني يا جدعان. حرفيا ممكن مثلا تقول من كل 3 4 كور هيشوطهم على الاقل في منهم جون وعارضه. والناس اللي بتقول لك ان دييجو فورلان بطيء ومش مهاجم حلو وبتاع علشان السرعه بتاعته 86 بس، وانت خدت بالك من التسارع يا صاحبي؟ التسارع عنده بيوصل 94، يعني هو بمجرد ما بيمسك الكره ويبدا يطلع بيها خلاص هو وصل لسرعته الكامله، غير لما تلاقي مهاجم تاني مثلا سرعته 95 لكن التسارع عنده 85 ولا 83، فهو على ما يجمع سرعته بتلاقي خلاص المدافع اصلا قطعها منه مش هيلحق يوصل سرعته الكامله. وناس تانية كده تقول لك ان فورلان مهاجم تقيل زيه زي كده باتيستوتا وفان باستن، احب اقول لك بص التطويره اللي قدامك دي، التطويره اللي قدامك دي الصراحه انا ما رجحهاش، يعني هو احسن تطويره هي التطويره اللي فاتت، لكن لو انت عايزه يبقى خفيف معاك اهي ارقام التحكم في الكره قدامك كلها معديه 90. طيب يا رجاله انا بعد كده ما قلت لكم تطويرات ال 15 لاعب اللي معانا، هنيجي بقى كده لفقره المقارنه ما بينهم. معانا كده 5 تصنيفات، الاس والاي والبي والسي والدي. الاس ده اللي هو الممتاز اللي هو الاختيار الاول، الاي يعني جيد جدا، البي يعني متوسط يعني يجي منه، لكن السي يعني تحت المتوسط مش احسن حاجه. عندك بقى الدي ده معناها ان هو يعني يا ريت ابوه كان نام بدري اليوم ده الصراحه، واحنا كلنا عارفين مين اول لاعب هيتحط في الدي. وطبعا يا جدعان المقارنه اللي انا هعملها ما بين ال 15 لاعب دول والترتيب بتاعهم هيبقى معاه يعني مجرد ان هي وجهه نظر مني انا، واللي انا كده كده عارف ان وجهه نظري هتبقى مظبوطه 100%، بس عادي انت ممكن تختلف معايا مفيش مشكله، مش لازم يبقى ترتيبي هو ترتيبك. مش عارف اودي التواضع ده كله فين والله. طيب يلا نبدا، تعالوا كده نبداها من تحت لفوق. يعني عندك طبعا الدي، احنا قلنا الدي معناها ايه، اول لاعب هو دينيلسون الدرجن بيه، وكمان ممكن احط مع الدي الصراحه نسخه كارلس بيول دي تعبانه جدا. نطلع كده شويه على السي، ودي اللي هو ممكن نقول ان ده لعيب يعني كويس بس يعني تحت المتوسط، ودي طبعا هيبقى معانا فيها ايكر كاسياس، وبرده هحط معاه واين روني، وبنسبه كبيره هحط معاه ستويكوفيتش. دي لعيبه الصراحه كده مستواهم تحت المتوسط مش احسن حاجه. نخش بقى كده على اللعيبه اللي مستواهم متوسط. عندك كده اول لاعب مثلا شابي الونسو، عندك كمان برده كده بول سكولز، كمان كده برده ممكن نقول ان ريكاردو كاكا مستواه في المتوسط يعني مش تحت المتوسط، لا ريكاردو كاكا الكارت ده متوسط. نخش كده على الدرجه اللي بعدها برده او اللعيبه يعني الجيد جدا، عندك فان باستن كويس جدا، بس هو يعني فان باستن الحاجه الوحيده اللي ما تخليهوش في الاس ان هو معاه بيبيتو نازل في نفس الباك، فبيبيتو هو اللي هيكون في الاس. وكمان عندك كده جاريس بيل ده برده هيتحط معانا في الايه، جيد جدا رغم ان هو اي نعم بيوصل ريت 102، لكن بدايته يا جدعان
هتخلي الكارت بتاعه في حته ثانيه. وممكن نقول برده كده معانا ان اوليفر كان يتحط معانا في الجيد جدا، لان هو يعيبه برده ان هو قصير رغم ان هو حارس اسطوري، لكن يعيبه ان هو قصير. غير كده بقى عندك كانافارو وعندك فورلان، الاثنين دول يتحطوا في الاس، دول اللعيبه الطرش. وبرده هقول لك على حاجه انت ممكن ما تتوقعهاش، ان مارتن كاسيريس يتحط في الاس. عندك لاعب بيلعب معاك باك يمين وشمال وقلب دفاع زيه زي مالديني، بيلعب على الباكات بقوه 103، مدافع 107، معاه فورتريس، الصراحه ما فيهوش غلطه، ده يعني لاعب اس 100%. طب يا رجاله كده عموما هو ده كل اللي كان معانا النهارده بالنسبه لمقارنه ال 15 لعيب ايبك. فزي ما قلت لك لو انت لسه برده محتار بعد الفيديو ده كله، انضم معايا على الستور اللي في الوصف، وبرده ابعت لي هناك وانا هرد عليك. واهم حاجه ما تنساش لايك الفيديو، اشترك معانا في القناه. اشوفكم على خير يا اخواتي الفيديو الجاي، سلام.